إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، إن هذا الدين يقوم على أركان عظام، وهي أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض يا عباد الله هذه التي أوجبها الله جل وعلا هي خير الأعمال وأفضل القربات عند الله جل وعلا. ومن الفرائض العظيمة التي فرضها الله على عباده سبحانه وتعالى رجالا ونساء هذه الفريضة الحتمية التي أوجبها الله جل وعلا في كتابه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة عليها يا عباد الله، ألا وهي فريضة الحج، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وربنا سبحانه وتعالى قال في تنزيله: وأتموا الحج والعمرة لله. الدليل من كتاب الله واضح في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ربنا جل وعلا لم يذكر الكفر في ترك فرض من الفرائض بهذا اللفظ الصريح في آية واحدة إلا في فريضة الحج، فانتبهوا يا عباد الله. ربنا يقول: ولله، أي حق الله المتحتم على عباده، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: بني الإسلام على 5 وعد منها عليه الصلاة والسلام حج بيت الله الحرام. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، والحج فريضة في العمر مرة. وهو على الصحيح من كلام العلماء على الفور، الحج فرض على الفور على من استطاع يا عباد الله. والمستطيع يا عباد الله يجب عليه وجوبا أن يعظم أمر الله جل وعلا ويأتي إلى بيته ولا يتوانى ولا يبخل، وليعلم أن الرزاق هو الله جل وعلا، وليعلم أن الخير فيما عند الله جل وعلا، وليتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولا ينظر إلى ذريته ولا إلى مستقبل أولاده ولا إلى كذا وكذا، ويسيء الظن بربه ويظن أنه لو أنفق هذه الأموال ما رزقه الله بعد ذلك ولحجب عليه رزقه، فهذا سوء ظن بالله جل وعلا. فهذا سوء ظن بالله. أنت تقدم لله شيئا وربك جل وعلا يحجب عليك عنك رزقه،
هذا إحسان الظن بربك الذي خلقك من عدم ومن عليك بالنعم. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاج وتضل الضالة وتعرض الحاجة. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. الحديث في السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أيها الأحبة الأكارم، الحج عباد الله خير كله، الحج خير كله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في تنزيله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج خلق، الحج قيم، الحج أدب، الحج توحيد وإخلاص ومراقبة وألفة ومودة. أما التوحيد فانتبه، فإن نبيك عليه الصلاة والسلام كما يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه في وصفه لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فأهل بالتوحيد. أي من الذي أهل بالتوحيد؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحاج لا بد أن يكون مخلصا في حجه، مخلصا في حجه، معظما لربه. فالحج كله مظاهره وشعائره إنما هي صور من صور توحيد الكبير المتعالي جل وعلا. فالمشركون كانوا يلبون تلبية شركية، تلبية كفرية، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فردهم إلى تلبية إبراهيم، ردهم إلى تلبية الموحدين بعيدا عن تلبية المشركين. فماذا يقول المشركون في تلبيتهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قط، يعني اكتفوا، لا تقولوا أكثر من هذا. لكنهم يزيدون فيقولون: إلا شريكا هو لك، البدوي، الدسوقي، الرفاعي، الشركة، الوزارة، كذا وكذا. هذه التي ترزقنا، هذه التي تشفينا، هذه التي فيها وفيها. تعلقت القلوب بغير الله جل وعلا، تعلقت القلوب بالأموات، أو تعلقت القلوب بالأسباب تعلق الفاعل، والسبب لا يفعل، إنما الفاعل هو الله. السبب مجرد سبب، فالدواء سبب، لكن كم من مريض تداوى ومات، وكم من مريض تداوى ولم يشفى، وكم من مريض لم يتداوى وعافاه الله. فالله جل وعلا هو المعافي. كذلك الطعام والشراب، كذلك العقل والفهم، كذلك حسن القيادة وحسن التدبير. كم من مدبر لأمر هلك بسبب تدبيره. فالأمر لله جل وعلا، يفعل ما يريد، يخلق ما يشاء، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه. فعليك يا عبد الله أن تحسن الظن بمولاك، وأن تعلم أنه جل وعلا هو على كل شيء قدير. والتوحيد شعار الموحدين، شعار الحجيج يا عباد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام معه كانوا يلبون ويخلطون تلبيتهم بالتهليل، فيقولون مع هذا التوحيد في التلبية، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولون: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، من الدروس المستفادة أيضا، وسأمر مرور الكرام لضيق الوقت، أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مع توحيدهم لربهم بإخلاصهم العبودية له جل وعلا، كذلك كانوا يوحدون النبي عليه الصلاة والسلام في متابعتهم له، فلا يتبعون أحدا غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: قدم المدينة بشر كثير،
قدم المدينة بشر كثير، كلهم ماذا يريد؟ يريد أن يأتم برسول الله ويعمل بعمله، يريد أن يأتم أن يتخذ النبي إماما ويعمل بعمل النبي عليه الصلاة والسلام. فما فعل النبي فعلا إلا والصحابة فعلوه، هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما يجعل القلوب مؤتلفة، فتوحيد الله جل وعلا ومتابعة نبينا عليه الصلاة والسلام هذه تجمع القلوب وتوحد الصف. أما الشرك والبدعة فالله إنها تفرق، فالشرك مفرق، هذا يعبد البدوي وذاك يعبد الدسوقي وآخر يعبد كذا وآخر يعبد كذا، وهذا على الطريقة الفلانية وهذا على الحزب الفلاني وهذا مع الجماعة الفلانية، وتركوا سبيل عزهم وسبيل نجاتهم، تفرقوا فتفرقت كلمتهم واستولى العدو عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الدروس التي ينبغي علينا أن نتعلمها من حجة الإسلام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، أنهم كانوا على قلب رجل واحد، أنهم كانوا على قلب رجل واحد، فهم يعبدون ربا واحدا متوجهين إلى مكان واحد، يلبسون ثيابا يشتركون فيها لا فرق فيهم بين عربي ولا عجبي ولا أبيض ولا أسود، يجمعهم رغبة في رضا الله جل وعلا، ليس رغبة في نيل اسم الحاج ولا رغبة في أمور الدنيا، إنما يرغبون في الآخرة، يتذكرون الموت، فهم يتذكرون في خروجهم من بيوتهم خروجهم من الدنيا بلا عودة، يتذكرون خروجهم من الدنيا بلا عودة، يتذكرون في خروجهم من ملابسهم وثيابهم وتجردهم لله جل وعلا خروجهم إلى القبر، دفنهم في القبر، وأنهم لا حول لهم ولا قوة، يتذكرون كل ذلك، تأتلف قلوبهم وتتحد كلمتهم، لا يتنافرون ولا يختلفون، بل يكونون عباد الله متحابين متعاونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله علام الغيوب مفرج الكروب غفار الذنوب، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الفضلاء، من الدروس التي يستفيدها المسلم ويحرص عليها في الحج يا عباد الله الحرص على التحلي بالأخلاق الكريمة، فالحج إحسان، والحج ترك العصيان، والحج بعد عن عبادة الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من حج لله، انتبه، من حج لله، هذا هو الذي يحج، فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور الذي لا إثم فيه ولا سفه ولا فسوق. أما ما نحن فيه اليوم من ذهاب كثير من الحجيج وهم جهلة، كثير منهم لم يذهب للإخلاص لله جل وعلا، إنما يريد أن يتلقب باسم الحاج. كثير منهم إنما رغبته فيها الدنيا. كثير منهم يا عباد الله يذهب إلى الحج وهو لا يعرف فرائض الحج ولا واجبات الحج، فذهب جاهلا بأحكام دينه. كيف يحج هذا حجا صحيحا وقد خالف أصل هذا الدين بتعلم أحكامه وإخلاص العبودية لله جل وعلا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الحج، علمهم التوحيد، علمهم الصلاة، ولا يصح عمل بلا علم صحيح مبني على الكتاب والسنة.
لا يصح ذلك أبدا، لا يصح ذلك أبدا. فالذي يعبد الله جل وعلا بجهل إنما هو مشابه للنصارى، إنما هو شبيه للنصارى. فكم من المسلمين اليوم أشباه النصارى، يعبدون الله بالهوى، يعبدونه بالمألوف بالموروث، لا يعبدونه باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون شيئا عن دينهم. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء بأي شبهة يضل وينحرف، لأنه ليس عنده ما يضاد ذلك من علم وبصيرة. فيا عباد الله، لابد أن نتعلم ديننا. والنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال: حتى يعلم الجميع تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. كلام النبي عليه السلام، النبي يقول ذلك، فأين العلم بذلك؟ النبي يقول: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. هذا كلام النبي عليه السلام، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فلو صدقنا الله لصدقنا الله، لو صدقنا الله لصدقنا الله. كثير من الحجيج يذهب وقد قطع رحمه، كثير منهم يذهب وهو متلبث وهو متشبث بماذا؟ بالعصيان، متمسك بمعصية الرحمن. كثير منهم همه التصوير ويشرب الدخان حتى في عرفات، حتى في عرفات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا سلوك من يريد المغفرة؟ هل هذا سلوك من يريد الجنة؟ إنما هو الجهل يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يردني وإياكم والمسلمين إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا عاجلا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا عاجلا جميلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم اكفنا شر الشياطين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا. هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم تول أمرنا وفرج كربنا ووسع أرزاقنا، وارحم اللهم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأخلص نياتنا. اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.